السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرح اليوم طريقة تحديد من يمكنه الدردشة في غرفة دردشة تطبيق توب توب بأسهل طريقة. لكن قبل ما نبدأ في الشرح أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودعم فيديو بلايك تحفيزنا على نشر المزيد، ونبدأ على بركة الله. لتحديد من يمكنه الدردشة في غرفة دردشة تطبيق توب توب نقوم بالدخول إلى التطبيق الخاص بنا. كما تلاحظون تظهر هذه الواجهة الخاصة بالتطبيق. نقوم بالضغط على خيار الغرفة هنا أو الدخول إلى الغرفة الخاصة بنا هي الغرف، ثم نقوم بالضغط على خيار غرفتي، وتظهر الغرفة الخاصة بنا. نقوم بالدخول إليها، ثم نقوم بالضغط على صورة الغرفة، فتظهر هذه الواجهة. نقوم بالضغط على خيار إعدادات هنا، ثم نجد خيار مجموعة من الخيارات، من بين هذه الخيارات من يمكنه الدردشة. نقوم بالضغط عليه. كما تلاحظون تظهر مجموعة من الخيارات. الخيار الأول وهو من يمكنه الدردشة هو الجميع، أي شخص يقوم بالدردشة في هذه المجموعة. الخيار الثاني هو الأعضاء فقط، والخيار الثالث هو المالك والمشرف فقط. يمكن اختيار بين هذه الخيارات الثلاثة، مثل نقوم باختيار الأعضاء فقط أو المالك والمشرف. هكذا تم تغيير بنجاح بين المالك والمشرف، ويمكن التغيير بأي لحظة. أرجو أن يعجبكم الفيديو وشكرا على المتابعة.